شاء الله يا بنتي، ربنا يبارك فيك. انا صحيح. وفي اعتقادي فاكر كده ايام ما كان سلمى ومحمد، انا بقالي فتره الحقيقه ما اعتقدتش يعني ولا اساله العفو ولا العافيه، لكن كان محمد زي ما في سن كده الاطفال لما كانوا بيحضروا منتديات تضامن من هذا النوع، اكيد كان عمال يعملوا برضه. ولما سمعت زهراء النهارده حسيت فخر شديد، اسف ان خيرك الشاطر يشعر به، لان قيمه الذين يعطون عمرهم لقضيه عامه بانهم مقبولين دايما في شعورهم انهم واخدين اجر، شعورهم في قلبهم انهم دائما نالوا ثواب عظيم ونالوا اجر عظيم على ما دفعوه للتابع. والحقيقه هو الثمن العادل في اعتقادنا ان ينفسر الحق ويذهب بالباطل، لكن دي مساله تاخد وقت طويل في حياه بتبحث عن كرامه مستحقه ومفتقده. عشان كده اللي بيناضل بيجد اشياء كثيره جميله جدا تشعره بانه خد ثمره عظيمه حتى لو لم يتحقق هذا النص، وحتى لو لم يشهد بعينه ان الباطل يزهق، وان دوله العدل والحق والحريه والكرامه بتكون